سيادة المستشار، عايزة حضرتك توضح للناس أكتر، لكل زوج وزوجة مستبسطين قوي فكرة الخلع عموما، فاكرين إن الموضوع بسيط وهي فاكرة إن هي تروح تخلعه كده وخلاص، وهو فاكر إن يمكن كمان الخلع يقلل الالتزامات اللي عليه. عايزين نوضح للناس كده إيه الالتزامات والحقوق اللي بتكون موجودة بعد الخلع بالظبط، علشان يعني نقلل شوية اللي إحنا بنشوفه. أنا بس عايز إيه، يعني إن في اختلافات بيني وما بين الشيخ أكيد طبعا، من الناحية القانونية والناحية الفقهية طبعا. فخليني بس أتكلم في اللي يخصني أنا من الناحية القانونية. الخلع ما يقال عليه وما يشيع بعض الألسنة من كونه، مع كامل احترامي للشيخ طبعا، أكيد طبعا، كونه غير شرعي أو بنشيل سلطة الزوج في الطلاق، ده غير حقيقي، بل على العكس. أولا لو الزوجة تحصلت على خلع في غيبة الزوج، أنا همسك نقطة عشان بس أوضح لكم. جميل. تحصلت على حكم خلع في غيبة الزوج أو عملت عنوان، يعني في بعض السيدات بتغير العنوان أو بتبعته على عنوان مختلف عشان ما يعرفش الكلام ده. تمام. يحق للزوج حتى لو أعلن بحكم الخلع إن يرفع دعوى بطلان حكم لعدم إعلانه، وبيروح يجيب حاجة اسمها 6 مراسلات إن هو لم يستلم إعلانه غير موجود، تمام، من البريد، ويقدمه والمحكمة بتلغي الحكم على طول. ده رقم واحد. تمام. خش على النقطة الثانية. الخلع، الزوج التزاماته ايه والزوجة التزاماتها ايه؟ جميل. الخلع الست بتتنازل عن 3 حاجات: مؤخر الصداق، نفقة العدة، نفقة المتعة. تمام. الشيخ قال لا، ده احنا لازم ندخل قايمة المنقولات. اختلف معاه. قايمة المنقولات لما استلمها الزوج استلمها بموجب ايصال امانة، وهي قائمة المنقولات الزوجية. فاذا هو خد الحاجات دي توصيفها انه استلم، هو الزوج خدها بموجب العرف القائم حاليا اللي كل الناس بتشتغل عليه، اللي هو العرف اللي موجود ان انت يعني كزوج عشان تتجوز بنت مضي على قايمة منقولات. يا عم الشيخ، انا طبعا مع كامل الاحترام ليك، انا ما قطعتكش، بس سيبني اكمل وجهة نظري عشان اقدر يعني واخد بالك اوصل للمعلومة بس. فالنهارده لما الزوجة تمام تطلب الخلع او ترفع قضية خلع، تطلب الخلع، هي بتتنازل عن 3 حاجات دي. قايمة المنقولات خارجة تماما، والقضاء المصري العادل والشامخ وضح ده، وضح في احكامه. برضو الشيخ قال قايمة المنقولات بتبقى فيها الذهب. هل تعلمي ان القضاء المصري بنسبة 99% لا يحكم بتبديد الذهب؟ ليه؟ لأنه اعتبر إن الذهب هي ما تتزين به المرأة، فعندما تخرج أنا ممكن بتسيب أي حاجة إلا الذهب، بتتزين، لازم تاخده وهي ماشية. فالقضاء جرى العرف على كده، إلا إذا ثبت عكس ذلك، ودي ليها أمور كتير. وإيه الالتزامات اللي بتفضل على الراجل بعد؟ أنا بس إيه، ماسك نقطة. تمام، ماشي. تمام. فأصبحت إن النهارده خلاص الراجل في حقوق الست الشرعية الشخصية اندثرت بالخلع. قايمة المنقولات بيردها إذا كان فيها ذهب، فالقاضي إذا تيقن بأن الذهب إن الست دي خدته وتتزين بيه وهي خارجة، خلاص بيحكم بأن هذا الذهب من حق الزوج، خلاص الموضوع انتهى بالنسبه له، حتى لو مكتوب في القايمه. يعني حتى لو هو مكتوب في قايمه المنقولات. تمام. لكن قايمه المنقولات ده دين جنائي، انت استلمته على سبيل الامانه، لازم ترده. خلاص خلصنا من النقطه دي. المشكله بقى بيقول اللي بتحصل في مشاكل في الخلع. انا واحد رفع خلع دي قال لك لا، ده مقدم الصداق بتاعي مش جنيه، مقدم الصداق بتاعي قيل، وانا في قضيه انا شغال فيها دلوقتي ما اقدرش اتكلم عليها كتير، ولكن جه الزوج قال لا مش انا، ده انا دفعت، ده انا جبت ذهب، ده انا جبت عفش. تمام. دي مشكله. هات بقى مشكله ضمير، احنا عندنا مشكله ضمير. لا ما انا هقول بقى، هجيب لك بقى الاسوأ. النهارده للاسف والواحد بيزعل لما تجيبوا 2 شهود زور عشان يجي يقولوا اصل احنا كنا قاعدين وشفناه وهو مثلا
بيجيب لها مش عارف ايه. طب هو في زوج ولا زوج وزوجه جاب بيجيبوا لها قدام هديه الناس. هيجيب الشعب المصري صح، او صح. هيجيب الشهود يتفرجوا؟ دي نقطه. صح. النقطه الثانيه والمهمه برضو، الخلع في مشكله. الازواج او الناس مش فاهمه، يقول لك الست لما بتخلع بتتنازل عن كل حاجه. طب يا سيدي، احنا في قايمه في مؤخر الصداق جنيه، اذا ثبت للقاضي العادل اذا انت كتبت لها شقه، كتبت لها عربيه، من حقك تاخدها. تمام. ولكن جرى العرف للقاضي العادل والازهر اقر، زي ما انا اتفق في النقطه دي مع الشيخ، انها لا تسلب حق الزوج في الطلاق، لا يسلب، بان القاضي لما يصدر حكما بالخلع ما سلبلوش حقه. ليه؟ لان زي القصه الجميله بتاعت الرسول عليه الصلاه والسلام، ادي له حديقته. خلينا